هنستعرض مع بعض 4 أهداف لبركات ملك الحركات في مرمى وشباك نادي الزمالك، وده أول هدف معانا لبركات بعد جملة جميلة بين عماد متعب وأبو تريكة وكعب جميل من متعب، وأبو تريكة دخل حط الكورة بوش رجله اللي بيشوف ويتكلم جت في العارضة، بركات لقاها والجون فاضي قدامه طبعا رزقه وحط هدف جميل في نادي الزمالك. الهدف التاني معانا لكوتا في مرمى الزمالك وفي مرمى عبد المنصف، وقدر برضه بعد انفراد جميل يحط الكورة في الزاوية البعيدة لعبد المنصف ويقول له خد يا منصف دي، خد حتة اللوزاية حتة الآيس كريماية دي، حطها له في البعيدة لا تصد ولا ترد. عارف مثلث الرعب التاريخي؟ هو ده مثلث الرعب التاريخي. تريكة متعب بركات. اتفرج معايا على الهدف الجميل ده في شباك الزمالك من انشاء الثلاثه ومن تاليف الثلاثه. الاول باصه ابو تريكة بوش رجله الخارجي العظيم، وبعد كده تفويته متعب بكعبه كده لبركات اللي راح على طول انفراد، خلص الكوره بمنتهى السهوله ونيم عبد المنصف في الارض قعده كده اكنه قاعد في حمام بلدي. ودي قيمه مثلث الرعب الثلاثي اللي كانوا بيلعبوا الزمالك وكل فرق افريقيا. طبعا الجون الاشهر لبركات في مرمى الزمالك واكتر جول بيجيب حرقان وشياط وجوده في ماتش 3-3 العظيم، لما قال لعماد متعب وسع كده يا عم، وسع كده يا عم، هات الكوره دي، واخد الكوره من متعب وراح حطها على طول في سقف المرمى لعبد الواحد السيد، رغم وجود 8 او 9 مدافعين للزمالك، ولكن محدش قدر يوقف تسديده بركات ولا يوقف هدف بركات الجميل ده، اللي بعد كده راح ناحيه جمهور الزمالك وقلع التيشيرت، وجمهور الزمالك ساعتها قعد يرميه باتهامات باطله ما حصلتش اصلا. ودي قيمه محمد بركات الزئبقي والاربع اهداف بتوعه في مرمى الزمالك. لو عجبك الاربع اهداف قول لي ايه اكتر هدف فيهم حلو عن التاني، وما تنساش اللايك والشير والمتابعه وتصلي على النبي، وبس كده، سلام.